السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لقيت النهارده السمك سعره حلو، وما شاء الله اللهم بارك، سمكة حلوة. وظهرها الفص كده تخين، والظهر بتاعها حلو ما شاء الله. اللهم بارك. قلت لا، فرصة هجيب منه وقل النهارده، اعمله بطماطم وكمان احطه في الفريزر يبقى موجود عندي. زي ما انتم شايفين ده السمك بتاعنا. السمك ده كان عامل الكيلو 100 جنيه. انا هنا نضفت اهو برضو، نضفت كده السمك. وهنا برضو معايا سمك تاني اهو. قلت لكم بقى، قلت لا دي فرصة حلوة، اجيب شوية سمك. منها نعمل صينية النهاردة، ومنها احط ايه في الفريزر هيبقى زي الفل. انا هنا طبعا بنضف وبنجر وبحطه في المية دي. طبعا لسه هننقع ونظبط كل حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أنا هنا بنضف السمك أهو. هبتدي بقى تنظيف السمك زي ما انتم شايفين. انا هنا كده هبتدي نشيل كل زعانف السمكة. كل زعانف السمكة هنبتدي نشيلها وننجرها، ونبتدي بقى نحط هنا. انا قلت فيديو كده للمبتدئات. فيديو كده للمبتدئات اللي لسه داخله المطبخ. سيبي دي، اللي لسه داخله المطبخ جديد. تنظيف السمك هيبقى ازاي؟ طبعا انا بعمله انا وماما. طلعنا كده على السطح وقلنا بدل ما نوسخ المطبخ وكده، لا احنا نطلع نعمله على السطح وننضفه ونظبطه. وكمان هنغسله وننزل على النقع الخفيف كده باذن الله. تمام كده. زي ما انتم شايفين ده بقى هيبقى شكل السمكه. هننجرها معاكم. هنفتح كده برضو قلب السمكه، هننجرها معاكم اهو. وهمشي لكم بقى بالخطوات باذن الله. تابعوني لاخر الفيديو. وهتتبيله السمك وكل حاجه، والصلصه بتاعت السمك وكل حاجه هنعملها مع بعض النهارده. زي ما انتم شايفين اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده انا هنا بغسل السمك اهو ما شاء الله. شايفين؟ هخليه لحد ما يبقى قلبه كده فله. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الميه تحتيه زي الفل اهي. هقعد كده. شايفين؟ طبعا معلش عشان انا بصور على نفسي تحت الحنفيه كده لحد ما يبقى ابيض كله. وهنا برضو السمك التاني. طبعا انا هنا على السطح عاملين كده حنفيه برضو على السطح، عشان لو بنضف سمك ننضف بطل ننزل بيهم نضاف. شايفين حاجه كده ما شاء الله. هنا برضو السمك اهو. طبعا درجه الحراره غير طبيعيه. شايفين؟ اللهم بارك. نخلص كميه السمك بتاعتي دي وننزل مع بعض نشوف احنا هنعمل في باقي السمك، ايه التتبيله وايه كل حاجه. هنعمل كل حاجه مع بعض. تمام. زي ما انتم شايفين اهو. اللهم بارك. حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. ده السمك بتاعي نضفته وغسلته ونقعته زي الفل. هنشوف بقى احنا هنعمل فيه مع بعض. ده هنقليه، هنعمله بطماطم، هنعمل التتبيله مع بعض. يلا بقى تابعوا الفيديو الاخر وهنشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين ده كده انا صفيت السمك اللي انا هخزنه في التلاجة. انا مش هخزنه، يعني هو هيقعد يومين 3 بالكتير، وبحب استخدمه وبجيبه طازه بطازه. بس يبقى تحت موجود تحت ايدي، يعني احتاجته يوم قايمه مكسله تعبانه اطلع واقلي واعمل على طول. الحاجة موجودة في البيت بتكون حلوة ونعمة كبيرة. وقت تعبانة حد دخل عليا، الخير موجود في البيت. استنونا في فيديو جديد ويوم جديد. ده كده طريقة تنظيف السمك، وبإذن الله هعمل لكم الفيديو التاني تتبيلة السمك وطريقته في القلي أو الطماطم. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اعملوا الاشتراك ولايك وكومنت حلو منكم. أستودعكم الله في رعاية الله.